خلود الجعيدي، صحفية ناشطة في نادي صحافة المواطن بمكثر. والله اليوم خرجت مع أصحابي باش نصوروا الانتخابات نتاع النيابة الخصوصية، ولا ردود أفعال الشارع العياري فريمون على انتخابات النيابة الخصوصية اللي صارت في المجالس البلدية. ما راني إلا أنا شفنا حاجات نسميها فضيحة بصراحة، ماهيش حاجات. احنا لهنا خاطرنا جايين باش نخدموا البلاد، باش نخدموا بلادنا، خاطرنا عياريين ونغيروا على ولاد عيار. يجي هو جوست خاطر تقلد منصب سياسي، منصب شرف، حتى الفلوس ماكش تاخذ عليه فلوس. وليت الكراسي دورينافون، الكراسي باش تخليك ما تحكيش مع ولاد بلادك. حقره ذي اسمها حتى شيء كان حقره، مش خاطرنا شباب صغار كيما كان نحبوا نخدموا البلاد تولي انت ما تعطينيش تصريحاتك وما تقولنا حتى شيء. اغراك الكرسي ومازلت ما قعدتش فيه، نجموا كيف غيرك نهزوك منه راهو الكرسي. باهي اون بليس كو سا نحب نعرج اللي الناس اللي ما نجحتش هي اللي معناتها عاونتنا وعطتنا تصريحات وفهمتنا شنو هي النيابه الخصوصيه. اللي اشتروا ولاد عيال ما تعرفش شنو معناها، تحكي معاه في الشارع تقول شنو معناتها نيابه خصوصيه ما يفهمكش. دونك هو ما حتى ورقه ما نجمش يقراها في المجلس، انتقادات ما تعودش يحكوا فيها عليه العباد. واحنا كيف مشينا وحابين نحكوا معاه يجي ما يحبش يعطينا صوته، مسكر على روحه في بلاصه وما يحبش يخرج حتى باش يحكي معانا. شنو اسم هذه كان حقره. ونقولوا له اللي نحن باش نكملوا خدمتنا وباش نشوفوا اللي انت حتى تجي هو الانتقادات اللي سمعناها نحن اللي شرعيته في المجلس هذا ما فماش، ما عندوش شرعيه قانونيه، جاي هكاك معناها. وان بليس ما يحبش يعطينا تصريحات. شنو فيك كيف تخرج لولاد بلادك وتقول لهم راهو يوقع وراهو صار. خيرت علينا ناس موحنا بعد اللي جايينك نهار الاثنين وعاطينك ويعدينك بليفتات اشهاريه وندرا شنيا. الحزبك واللي البلديه راهي ملكي وملك كل عياري لهنا، ما هيش ملك حتى حزب سياسي وما هيش ما وراهاش حتى خلفيه سياسيه. اللي باش يدخل البلديه يخدمها كبلديه مرحبا بيه، اللي باش يعمل لها كراسي واني تابع حزب ندرا شكون واني تابع جمعيه ندرا شكون. جمعيات ما كانتش فما جمله خلقت اليوم باش تصوت للاحزاب معناها نقولوا له تفضل من تو، خاطر عمره مع الدم العياري راهو سخون، واذا كان باش تعملوا له اي حكايه راه باش يرجع يثور. مريم بن منصور، صحفيه بصحافه المواطن بمكثر. اليوم خرجت صحبة زملائي باش نغطوا الحدث اللي صاير اليوم في بلادنا اللي هو الانتخابات الخصوصية للبلدية. فما راعنا إلا أنه عندما مشينا للناس اللي طاحت القائمات اللي طاحت في الانتخابات هذيا، قابلونا برحب صدر، عطونا آرائهم شنو توقعاتهم للانتخابات هذيا. لكن الناس اللي نجحت واللي ترشحت حتى واحد منهم يعطينا حتى كلمة. يعني هذايا الكل من اول نهار شدوا فيه هما المناصب، اغرتهم واغراهم هالكرسي هذا باش هما ما يحكوش معانا نحن اللي نحن لهنا رانا باش نوصلوا صوت البلاد ونسموا بها، مانيش باش نزيدوا نطيحوها اكثر وباش نرجعوا لك الدكتاتوريه نتاع قبل واللي شخص اللي يشد كرسي ما عادش يصايبه. لا، مش هذا اللي حاجتنا بيه. تو حاجتنا بالحق بناس تعطي ارائها تبين لنا هي شنو تحب، شفما في البلاد. جات الانتخابات النيابه الخصوصيه هذيا ما سمع بها حتى واحد من المواطنين. كيف نحن اليوم حبينا نوصلوا، حبينا نعرفوا بالانتخابات النيابه الخصوصيه هذيا، لقينا رفض. واللي زاد والادهى والامر واللي زاد بالحق معناها حس في انفسنا برشا، اللي يجيني شخص يقول لي باش نعملوا كونفيرونس دو بريس مع قناه نسمعوا حنا بعض. معناها نسمعوا حنا بعض ولد اقرب منا نحن ولاد البلاد، نسمعوا حنا بعض اللي عمرها ما ذكرت مكثر وعمرها مكثر ما تجبدت. كان نحن اللي نحكوا عليها مكثر، اولادها نحكوا عليها. تجي توا ما يفضلوا نسمعوا حنا بعض علينا نحن اللي هما باش يعطوا لنسمعوا حنا بعض الفرصه باش يحكوا، ونحن لا